السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وفي احسن حال. تعالوا مع بعض النهارده نعمل طبق عظمه بجد، يعني عظمه على عظمه. طبق كده خطير وطعمه لذيذ وبجد سهل قوي. مش هتقفي في المطبخ غير يعني دقيقتين تلاتة وهتكوني طالعه لهم باجمل طبق. ممكن تعمليه سريع جدا، وجبه غدا او عشاء حلوه قوي. ممكن تتاكل كده بالعيش او كمان جنب شويه مكرونه. المهم يعني اللي هو طعمه لذيذ جدا. يلا بينا كده نسمي الله ونصلي على الرسول وندخل على الفيديو بتاعنا على طول نشوف هنعمل ايه مع بعض. معايا طاسة حطيت فيها كده معلقتين من الزيت على نص معلقة من السمنة، ونزلت بربع كيلو من السجق. اي كمية عندك بقى، عايزة تعملي ربع، عايزة تعملي نص، عايزة تعملي اقل من ربع كمان هينفع معاكي برضو حسب الكمية اللي انت عايزة تعمليها. نزلت بقى انا بربع كيلو من السجق كده، شوحته كويس قوي لحد كده ما اللون بتاعه اتغير. بعد كده كنت مجهزه بصلايه واحده بس متقطعه كده طرنشات رفيعه. هبتدي ادبل البصلايه مع السجق، لازم كده تدبل، وبعد كده هنشوف هنعمل فيه ايه. بجد طبق حلو قوي سهل كده وبسيط، وبجد هتطلعي بنتيجه مبهره. بعد كده بقى بشرت حبيتين من الطماطم وسط، وهبتدي برضو اقلب كده في الطماطم بقى والسجق والبصل مع بعضه، وعايزاهم كده يعني عايزه الطماطم تتسبك مع السجق. هنزل بالتوابل بتاعتي، وهي عباره عن ربع معلقه صغيره من الفلفل الاسمر. هنظبط الملح بتاعنا وما نكترش الملح، علشان طبعا السجق بيكون فيه نسبه ملوحه، يعني عشان ما يكونش حادق منك قوي. عايزه تضيفي بقى رشه من السبع بهارات هتكون حلوه معاكي برضو. هنسيب بقى الطماطم كده تتسبك مع السجق بتاعنا عشان كمان يستوي معايا. وبعد كده هكون مجهزة فلفل رومي كده، يعني هقطعه طرنشات برضو علشان يدينا شكل حلو. وكمان هكون مقطعة قرن شطة كده سبايسي، علشان الأكلة بتاعتنا دي تكون طعمها حلو جدا وهي سبايسي. لو بتحبوا طبعا السبايسي، لو مش بتحبوه قللوه شوية. تمام، هيكون طعمه حلو جدا. بعد كده بقى معايا 3 بيضات. عايزه تستخدمي بيضتين، عايزه بيضه واحده، براحتك خالص زي ما تحبي الكميات دي اللي انت عايزه تستخدميه. بعد كده بقى هجيب شوكه وابتدي افتح البيض بتاعي كده علشان يكون على السجق كله. جربوا بقى الطريقه دي بجد يعني هتشكروني عليها، بجد طعمها حلو قوي. بعد كده هنبتدي بقى نضيف لو عندنا جبنة تركي، يعني انا كان عندي شريحة واحدة ابتديت اقطعها كده وهنزل بيها. لو مش موجودة عندك مش مشكلة خالص. المهم هنستخدم جبنة موتزاريلا مع الوصفة بتاعتنا دي. لو متاحة عندك برضه، لو مش متاحة ممكن تستغني عنها وتسيبي بقى البيض كده يستوي مع السجق وهيكون طعمه حلو جدا. هبتدي ارش رشة بسيطة من الفلفل الاسمر ورشة بسيطة من الملح كده على البيض، علشان طبعا يكون طعمه حلو ويكون متملح كويس. وبعد كده هننزل بقى برشة كده حلوة من الجبنة الموتزاريلا لو موجودة عندك ومتاحة، هي بتفرق في الطعم طبعا، وبتدي طعم حلو جدا، وبتدي كمان شكل حلو قوي للطاجن بتاعنا او للصينية بتاعتنا النهاردة او للطبق بتاعنا. بتدي شكل وطعم حلوين جدا. تمام، هغطي بقى عليها واسيبها دقيقتين تلاتة بس كده على نار هادية خالص، لحد كده ما الجبنة اللي احنا استخدمناها تسيح ويكون كده ميكس فظيع بجد. وطبعا البيض هيكون استوى. ميكس حلو جدا، ريحتها بتكون قلبة الدنيا زي ما قلتلك. دقيقتين تلاتة وهتكوني طالعه لهم بطبق بجد طعمه ولا اروع من كده، خطير. جربوها بقى وان شاء الله هتعجبكم جدا على ضمانتي. طبق خفيف للغدا زي ما قلت لكم او للعشاء هتعتمدي سندوتشات بقى، هيكون حلو معاكي جدا. او حابه تعملي جنبه مكرونه هتكون حلوه جدا برضو مع الاكله دي. يا رب الفيديو النهارده يكون عجبكم، ولو عجبكم ما تنسوش تحطوا له اللايك بتاعه، ويا ريت تشاركوا الفيديوهات مع كل اصحابكم وحبايبكم علشان يساعد القناه توصل لناس كتيره جدا. ريحته بقى خطيره، اكيد انتوا شامين. يلا استنوني في فيديو جديد، باي باي.